السلام عليكم البنات، كي راكم حبيباتي؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، وان شاء الله يا ربي هاد الفيديو تاعي يلقاكم في احسن صحه ويلقاكم في احسن حال. نبدا الفيديو تاعنا بالصلاه والسلام على خير الانام محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. ابديت لكم بهذا المنظر المرعب، يعني كارثه، كي نقول لكم كارثه كارثه تاع تراب تاع غبره. ما خلات الناس دخلت حتى للدار، ما خلات حتى بلاصه. انا الصباح كي نوض شويه بكري قلت نبدا نقي كاع هكا، ومازال كاين مازالت كاين الغبره، يعني مازال الجو ما تحسنش. انا كيما راكم تشوفوا تقدري تكتبي اسمك، اسم ولادك، اسم امك، اسم باك، تقدري تكتبي كاع الاسماوات وين ما حطيتي يدك تقدري تكتبيهم. المهم البنات هنايا كيما راكم تشوفوا بديتها ديريكت، رحت للماء حليت السبيله وبديت غسلت قاع التيق اللي عندي في الدار، كلشي، يعني كلشي غسلته. كي نقول لكم سيقت نقيت مسحت الغبره وبلعت كلشي، وان شاء الله على امل بلي ما تعاودش تدخل هذيك الغبره. انا جيت سيقت لي شومبر في كل بلاصه، دخلت في كل بلاصه. والله يا رب، يعني نمشي وندعي في ربي نقول يا ربي غيثنا، يا ربي غيثنا غيثا نافعا، يا رب يقلع علينا هذا التراب. والله لا يعني جو يجيب لك الاكتئاب. الحمد لله على كل حال، يعني هذا الشيء جاي من عند ربي سبحانه، نحمد ربي عليه. المهم البنات كما شفتوا هنا كنت شاركتكم غير مقتطفات يعني من نهاري اليوم، نهار الكارثي، وانا جيت نحضر معكم واحد الوصفه تاع لي سوفلي. كنت درتها الفطور هنا، سيقت وكملت نقيت كما قلت لكم نوضت بكري. كما راكم تشوفوا انا حباباتي كنت رابيت حبه تاع بصل كبيره، هنا اللي ما تبغيش تربيها تقطعها مربعات. وهنا البنات كنت زدت عليها حبه كبيره تاع زروديه. شوفوا الزروديه كي ديروها في اي حشو تعطيه بنه، يجي الحشو تاعكم يجي حلو. وتاني ضاعف لكم الكميه تاع الحشو وتجي شابه، اصلا تجي شابه. وهنا وريتكم الحليله تاعي، ما شاركتش معكم الوصفه بصح وريتها لكم كانت الطيب. ونروح معكم الوصفه المعتمده اللي عندي نديرها في كاع كي نبغي ندير فطائر، نبغي ندير بيتزا، ميني بيتزا ولا بيتزا يعني عاد، ولا ندير بها اي وصفه، يعني وصفه معتمده وتجي بزاف شابه. تجي عجينه تاعها خفيفه قطنيه، تجي بزاف شابه. انا حباباتي كنت عبرت بول كبير تاع، بغيت العجينه تجيني بزاف، يعني بغيت نكثر، عبرت بول كبير تاع حليب كما شفتوا دافي، وزدت عليه مغرف كبيره معمره مليح تاع خماره، وزدت عليه السكر، ونخلط مليح هاد المكونات مع بعضها، ونخلي هذاك الحليب والخماره والسكر يتفاعلوا مع بعضهم. وروح نكمل تحضير تاع الحشو حتى ي... حتى يتفاعل هذاك الحليب مع الخمانه. هنا اللي ما عندهاش الحليب تقدر دير بول كبير تاع ما، ودير مغرف كبيره معمره مليح، ولا 2 مغارف تاع لحظه حليب غبره. هنا حباباتي كما شفتوا بعد ما تقلالي البصل مع الزروديه، كنت ضفت عليه كميه تاع بولياشي كما راكم تشوفوا حباباتي، وزدت درت فلفل اسود ودرت الملح. انا البنات حتى ولو في الحشو، حتى ولو كان ما يكونش عندكم اللحم، تقدروا ديروا غير زروديه وديروا بصل كما شفتوا، وديروا ثاني كورجات لا عندكم، وتقلوهم مليح مع بعضهم وتحشوا بهم الحشو يبقى اختياري. المهم حباباتي هنا كما راكم تشوفوا خليت الخليط تاعي يتفاعل مده 20 دقيقه، وهنا زدت عليه نص كاس تاع زيت عفوا، وزدت عليه الملح كما راكم تشوفون حباباتي. وهنا درت بياض، حبه تاع بيض، يعني حبه البيض اللي غادي نمسح بها الحبات من الفوق، خليت الصفار ودرت البياض. والله صدقوني هاد الوصفه تجي بزاف شابه، انا معتمده عندي يعني من سنوات ما بدلتهاش لحد الان، نخدم بها غير هي. كما راكم تشوفوا البنات انا نخلط هاد المكونات تاعي مليح مليح مع بعضهم بهذا الشكل. نستعمل فوي اللي تبغي دير بيدها دير بها، يعني ماشي مشكل. هاد الوصفه تجي شابه، كديروها فطور عشاء، ديروها مع حريره لولادكم، يعني تجي مشبعه. وسورتو كي تكبروا الحبات، هنا انا كما شفتوا كثرت العجينه ونكبر الحبات، يعني تجي شابه، تجي بزاف شابه. وانا حبيباتي نبدا نلم في العجينه تاعي. ديجا راني شاركت معكم في القناه شحال من وصفه، درت معكم لي شوصون، درت معكم فطيره، يعني شحال من وصفه شاركتها معكم. المهم البنات انا كما راكم تشوفوا بعد ما لميت العجينه تاعي خليتها شويه طريه، انا حطيتها فوق البوطاجي، رحنا عجنها مليح بهذا الشكل، يعني حسن تحصل على العجينه تكون طريه. هنا خلوها شويه طريه باش ما تجيكمش، باش تجي العجينه تاعكم تجي خفيفه، ويجوا الحبات يجوا هكا مفشفشين ما يجوش يابسين. المهم هنا كما راكم تشوفوا انا كنت كي ندير لي شوصون ولا ندير فطائر، نحل العجينه تاعي كاع نحلها ونطبعها. هنا لا وليت نفضل نديرها كريات بهذا الشكل ونحلها. كما قلت لكم غادي نكبر الحبه،
أنا دائمًا نديرهم، ولكن هاد المرة درتها ديجا البارح وعاودتها لهم اليوم. الزوج تاعي كي كبّرت لهم الحبّة بانت له حاجة جديدة، باش تعرفوا بلي التغيير مهم في حياتنا، يعني أي حاجة تغيّري فيها شوية يحسّوها تبدلت ولا تبان لهم بلي جديدة أنا دائمًا نديرهم من صغرهم، ولكن هاد المرة كي كبّرتهم بانت لهم حاجة شابة وحاجة جديدة. كيما قُلت لكم التغيير مليح في كل شيء. هنا حبيباتي كنت حضّرت وصفة تاع صوص فرماج، غادي نشاركها معاكم إن شاء الله في الأيام المقبلة، نشارك معاكم الوصفة، ودرت هذاك الحشو اللي حضّرته معاكم، ودرت بطاطا مقلية. هنا بطاطا تبقى اختيارية اللي تبغي ديرها، ولكن والله تجي شابة صدقوني تجي شابة وتعمر لكم الحبّات تاعكم مليح. ودرت قطعة تاع فرماج كيما شفتوا حباباتي، وغادي وشكلتها بهذا الشكل، يعني هذا الشكل المعتاد. وهنا دهنتها بصفار البيض، هنا درت سانوج ودرت جنجلان، هنا اختياري اللي يبغاه ما يديرهش ما يديرهاش. ودرت هاد الحبة تاع زينتها بهاد القزبر، يعني ولدي ولا يقول لي ماما عطيني ناكل شجرة. المهم حبيباتي هنا نسيت باش نصور لكم فيديو كي خرجتهم من الفرن. أنا كنت دخلتهم يطيبوا وشعلت عليهم من الفوق من التحت كي طابوا من التحت حمرتهم من الفوق كيما راكم تشوفوا حبيباتي. كانت هذه هي الوصفة تاعي، وهنا هذه الحريرة جات شابة الله يبارك كيما راكم تشوفوا يعني من شكلها تبان. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعي. شوفوا هنا البنات كيفاش جات الحبة تاعي خاوية من الداخل ومعمرة. نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاعي. ما تنساوش حبيباتي ديروا جيم، واللي أول مرة تشوف قناتي دير اشتراك وتفعل زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد.